سيد النائب. سيد الوزير، برامجكم نجحت في رفع نسبة بطالة الشباب إلى 38% على الصعيد الوطني، وفشلت في تحقيق العدالة المجالية لأن البطالة بجهة الشرق حطمت أرقام قياسية، وفشلت في الحد من هجرة الشباب عملت وجد أنقاذ بحثا عن العمل من استطاع إلى ذلك سبيلا، وفشلت في الحد من انتشار الهشاشة وارتفاع القطاع غير مهيكل، لأن برامجكم يتم توظيفها بشكل غير سليم وتستغل أحيانا في كسب الولاءات. شكرا السيد النائب. سيد الوزير. شكرا لكم. أودي ما كاين لا ولاءات، لا الفقر والبطالة ما فيهمش ولاءات. الله يهديك سيد النائب، أنا كنتفهم زعما الموقف ديالك في المعارضة، ولكن هذا غير صحيح. ما كاينش شي برنامج كيرفع البطالة، برنامج كيدار باش تنقص من البطالة، والدليل هما الأرقام. البطالة كانت في 13.8%، ارتفعت دابا رجعت ل 13%. إذا هذه البطالة راه نقصات. مناصب الشغل اللي تخلقات 249,000 في 2025. هادو ماشي الارقام ديالي يا سيد النائب، هادو الارقام ديال المندوبيه الساميه للتخطيط، وهاد 249,000 مشاو منها واحد العدد، فقدنا 55,000 منصب شغل، بقات تقريبا 193,000 منصب شغل. السيدات والساده النواب المحترمين، شوف راه البطاله واحد الامر معقد وعنده واحد العدد ديال الاشكاليات اللي دايرين به. الحكومه فتحت جوج ديال البيبان كانوا مشدودين لأكثر من 30 أو 40 سنة. الباب الأول هو غير حاملي الشواهد. بغيت السيدات والسادة النواب يعرفوا على أنه 900,000 ديال الناس اللي في البطالة ما عندهم حتى شي دبلوم. فملي درنا هاد البرنامجين هما بداو السنة الماضية، ولكن النتائج ديالهم الآن نتائج جد إيجابية وبأعداد مهمة جدا. لو انتظرنا لكنا خصنا 100 عام باش التدرج المهني اللي فيه 9,000 يوصل ل 900,000 اللي عندنا في الستوك ديال الشوماج. شكرا. شكرا سيد